الفيلم بيبدأ بشخص اسمه اوفرجارد. بنعرف ان هو كان في رحلة وطيارته بتقع في مكان مجمد وكمان اتدمرت، ومن ساعتها بيحاول يتأقلم على الحياة والعيشة هناك. وهنا بنشوف ان هو بيفحر في التلج عشان يكتب كلمة استغاثة، يكتبها بخط كبير عشان لو حد معدي من فوق يقدر يشوفها. بيروح طيارته عشان يجيب منها خيط ويقدر يعمل صنارة عشان يقدر يصطاد بيها سمك، وفعلا جاب سمكة كبيرة. بعد ما بيطلع السمكة بيفضل ماسكها في ايده وبيتأمل فيها وبيقول لما كانش خير ربنا ده كنت زماني مت من زمان. بيكون عامل حسابه في صندوق فيه تلج كتير عشان يحوش فيه السمك وياكله وقت تاني. بعد ما بيخلص بيروح للطيارة بتاعته، وهي دي الطيارة اللي بينام فيها، وبيقلع شرابه ورجله بتكون متبهدلة جدا. وبعدها قلع الجاكيت بتاعه وقعد وطلع السمك اللي اصطاده وفضل ينضف فيه، وكمان بقى ياكل منه وهو نايم. ولما بيخلص بيطلع بره ويكون معاه جهاز استشعار وبيستخدمه وهو ماشي عشان لو في اي اشارة يقدر يتواصل مع الناس، عشان لو في اي حد يقدر ينقذه. ولكن للاسف زي كل مرة محدش بيرد عليه ولا في اي اشارة. وبيرجع للطيارة تاني وبيجهز نفسه عشان ينام، يدفي نفسه كويس عشان لو في اي عاصفة شديدة جت عليه. وتاني يوم بيقوم يطلع من الطيارة بيروح مكان فيه حجارة كتير، وبنعرف ان كان معاه واحد صاحبه ومات ودفنه هنا. وبيجيب حجر كتير يحطه على المكان اللي مدفون فيه وبيفضل يتكلم معاه. وبيروح لمكان الطيارة يبص على الصنارة بتاعته عشان لو في سمك هناك. وبنفس الوقت بيشوف الصندوق اللي فيه السمك مكسور، يروح يشوف السمك مش بيلاقيه وبيلاحظ اثار رجل دب كبيرة. بيخاف قوي وبيفضل يبص حواليه عشان يتأكد ان الدب لسه موجود ولا مشي. لما بيتأكد ان الدب مش موجود بيجري على الطيارة وبيكون مصدوم ان معاه دب في نفس المكان. وبيعدي اليوم زي اي يوم عادي وبيكون متضايق جدا وبيكون حاسس بملل كبير لان الايام كلها زي بعضها ومفيش جديد. بيحاول يطلع حجارة من التلج لانه حاسس بملل ومفيش حاجة يعملها. بيكون ماشي وبيشوف الدب ماشي من بعيد في حاله وبيرجع للطيارة تاني ويروح ينام. وتاني يوم بيفحر في التلج ويطلع سمك عشان ياكل، ويروح لجهاز اللاسلكي وبيحاول يطلع اشارة، وبيفضل قاعد لحد المغرب عشان بيحاول يجيب اشارة وخلاص هيمشي. وقبل ما يمشي بيشوف لمبة خضراء قادت وده معناه ان في اشارة. وبيفضل يبص حواليه عشان لو في اي حاجة، وفعلا بيلاقي عاصفة شديدة جاية عليه. لكنه قرر ان هو ما يرجعش الطيارة وبيلمح طيارة هليكوبتر من بعيد. بيفرح قوي وبيجري على صندوق كان معاه فيه شعلة وبيولعها وبيفضل يقشر عليه عشان يشوفه ويجي ينقذه. وفعلا الطيار بيشوفه وهو نازل بيكون فرحان جدا اوفرجارد، ولكن فرحته مش بتكمل عشان الطيار ما قدرش يتحكم فيها بسبب العاصفة القوية والطيارة بتقع. اوفرجارد بدأ يفقد الأمل تاني، ولكن بيجري عليها عشان لو فيها حد عايش يقدر يساعده. وبعد ما قدر يطلع الطيار بيبص عليه لقاه مات. وقبل ما يمشي بيشوف بنت جوه وبيطمن عليها بيلاقيها متعورة في جنبها، ولكن الجرح بيكون كبير. وبيروح اوفرجارد على صندوق الإسعافات عشان يعالجها، وفعلا اوفرجارد نجح ان هو يعالجها. وبتكون في عاصفة وبيفضل نايم جنبيها لحد ما العاصفة تعدي. ولما بيفوق من النوم بيطمن على البنت بيلاقيها لسه عايشة، ولما عرف ان هي عايشة قلع الكوفية عشان يدفيها بيه. وبيفضل يدور على اي حاجة في الطيارة عشان ياخدها، بيلاقي خريطة واكل ومسدسات شعلة. بياخدهم ويطلع بره ويخلع باب الطيارة عشان يحط عليها البنت ويجرها. وقبل ما بيتحرك بيكتب على الطيارة ان في 2 لسه عايشين، وكمان كتب موقع الطيارة عشان لو في حد عدى يقدر يشوفه. وبياخد البنت على الطيارة بتاعته وبيحاول يشربها ميه، وبيطمن على الجرح وبيلاقيه كويس، وبيخليها تمسك ايده عشان يطمن ان هي كويسة او لا. ولما بتفوق بيقول لها ان الطيار مات وبيطلب منها ان هي تقوم عشان ما تفقدش الوعي تاني، ولكن مش بتقدر تقوم وبيسيبها وبيكتب ورقة ان هو هيرجع تاني. وراح عند الطيار عشان ياخده ويدفنه ويحط عليه حجارة، وسابه ومشي وراح للطيارة تاني عشان يدور على اي حاجة ممكن تفيده يستخدمها. وهو بيدور في الحاجة بيلاقي صورة وبياخدها معاه. ولما خلص
رجع للطيارة بتاعته وحط الصورة اللي لقاها جنب البنت، وهنا بيولع نار من ولاعة لقاها في الحاجات اللي كان بيدور فيها في الطيارة عشان يتدفى. وهنا بيبدأ يشوف مكانه على الخريطة وبيبدأ يحدد مكانه بينه وبين العلامة اللي على الخريطة. كمان بيحسب المحطات الموسمية بين المسافات، بيفكر ان هو يطلع من المكان لكن بيخاف ويفكر في المسافة. بيطلع من الطيارة عشان يشوف السنارة فيها سمك ولا لأ، وفعلا بيلاقي سمكة كبيرة وبيكون طاير من الفرحة جدا، وبياخدها على الطيارة وبيبدأ يطبخها مع مكرونة اندومي كان لقاها في الطيارة. بيأكل البنت وبيطلب منها انها تمسك ايده عشان يطمن عليها. بتمسك ايده ولكن بتكون ضعيفة شوية عن اول مرة. بيعرف ان هي حالتها كده اسوأ من اول، ولو فضلت كده ممكن تموت. بيقرر ان هو يتحرك من المكان اللي فيه عشان يقدر يساعدها، وبيروح يحضر الحاجة اللي هيحتاجها وبيمسك الخريطة ويحدد المكان اللي هيمشي عليه، وبيعمل كده عشان يوصل للمحطات الموسمية. بيبدأ يكتب بياناته وبيانات البنت اللي معاه على ورقة في الطيارة عشان لو حد لقى الورقة دي يقدر يساعده. بياخد البنت وبيطلع بره الطيارة، وطول ما هو ماشي بيفضل يحدد مكانه على الخريطة والاتجاهات اللي بيمشي فيها. بعدها يكمل مشي وينزل البنت على الارض عشان يشربها ميه. يكون الليل دخل عليه وبيروح يفحر في التلج عشان يعمل مكان يتدرى فيه من العاصفه. بيقدر يعمل مكان وبيباتوا فيه، وطول ما هو قاعد بيفضل يطمن على البنت. وتاني يوم بيتحرك ويطلع من المكان لحد ما يروح للعلم. لما بيوصل بينزل الحبل ويرتاح شوية ويقعد في مكان ويفتح الصندوق اللي معاه وياخد منه البطاقة بتاعته. بياخدها يحطها في جيبه وبعدها بيحدد المكان اللي هو فيه. لما بيخلص بياخد الحاجة بتاعته وبيكمل مشي لحد ما يلاقي منحدر يشوف مكانه على خريطة وبيكونش موجود عليها. بيبدأ يحسب على خريطة حسب الوقت اللي هيمشي فيه، وعرف ان هو لو عدى المنحدر هيوصل بسرعة. بيطلع المنحدر يكتشفه وبيلاقي فعلا طريق عشان يمشي فيه، وبينزل تاني عشان يجيب البنت وبيربط فيها حبل عشان يطلعها على المنحدر. العملية بتكون صعبة عليه وبتكون تقيلة جدا ومش بيقدر يطلعها. بيفضل يعافر معاها وبيحاول ولكن بتقع منه ومش بيقدر يطلعها. بيستسلم للأمر الواقع وبياخد الطريق الطويل اللي هيقعد فيه 3 أيام عشان هيكون سهل عليه، وبيكمل طريقه وبيلاقي كهف صغير بيتحمى فيه لغاية تاني يوم. نجح ان هم يدخلوا جوه وطلع الاكل اللي معاه يسخنه عشان ياكل البنت. بيجي ياكلها بترفض تاكل ولكن بيتكلم معاها يقول لها انت لازم تاكلي عشان تعيش. هو قاعد في امان الله فجأة بيلاقي الدب دخل عليه وعرف مكانهم عشان كان شامم ريحة الاكل. اوفر جارد فكر وطلع الشعلة اللي معاه ولعها عشان يخوف الدب عشان يمشي. فعلا قدر يمشي الدب وبيكون حزين وبيعيط على حاله وخايف جدا. وتاني يوم بيطمن ويطلع من الكهف ويقدر يمشي مسافات طويلة ولكن بيكون تعبان جدا. وهو ماشي فجأة بتقابله عاصفة شديدة فبيفكر ويقلب الزلاجة عشان يحتمي فيها. لما العاصفة بتنتهي اوفر جارد بيقوم ويكمل ماشي، ولما بيقلع الجوانت بتاعه ايده بتكون متدمرة جدا. بيكون حزين على نفسه وبيحس بالمسؤولية الكبيرة اللي عليه. بيفتكر البنت اللي معاه وبيروح يطمن عليها وبيطلب منها انها تمسك ايده ولكن مش بتستجيب ليه خالص. بيقعد جنبها وبيولع شوية ورق وبعد شوية بيلاحظ ان في دم طلع من بقها وبيكون حاسس انها هتموت وبيسيب عليها الصورة اللي لقاها في الطيارة. بيعرف ان هي ماتت وبيقفل عليها السوستة وبيقرر يمشي لوحده. يشد الزلاجة وراه وبيدور على مكان يدفن فيه البنت قبل ما يتحرك. يشوف زهور طالعة في وسط الصخر وبيكون سرحان معاهم. بتجيله شوية امل كده لما شاف الزهور وفجأة بيقع في فحرة بيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي رجله محشورة في صخرة وبيحاول يطلعها. رجله بتنجرح وبيكون صعب جدا ان هو يطلعها. بيريح على ظهره وبيفقد الامل في كل حاجة وبيكون باين عليه الحزن واليأس. فكر ان هو يستسلم ولكن على اخر لحظة بيحاول يشد رجله وبيحاول مرة واتنين وتلاتة وبيستحمل الوجع وفعلا طلعها، ولكن كان بيصرخ من الوجع اللي كان فيه. واخيرا قدر يمشي لحد ما طلع من المكان اللي كان فيه عشان يروح يطمن على البنت لاخر مرة. بيفضل ينده عليها لحد ما ترد عليه وعرف ان هي لسه عايش. ساعتها بيحس بالذنب ان هو كان هيسيبها ويمشي وبيفضل يعيط جنبيها. بيقوم يزق الزلاجة
وبيبدأ يتحرك من تاني، بيكون مش قادر يتحرك بسبب الجرح الكبير اللي في رجله. بيحط عليها شوية تلج وبيربطها وبيمشي عليها، بيكمل طريقه وبيفضل يعافر مع الطريق، وكمان بيكون تعبان ومش قادر يمشي. وهو ماشي بيسمع البنت اللي معاه عمالة تكح، بيروح عشان يجيب لها مية تشرب، وهو بيشربها الشنطة اللي معاه اللي فيها الأكل بتوع منه، لكن من كتر التعب والإرهاق اللي هو فيه مش بيقدر يجيبها. بيروح عشان يرتاح شوية وبيجيب الخريطة عشان يشوف المكان اللي وصل ليه، وبيعرف ان هو عمل انجاز كبير ووصل لنقطة كويسة. بيكمل الطريق بالزلاجة وبتكون عليه حاجات كتيرة ملهاش لازمة، يستغنى عن بعض الحاجات اللي ملهاش لازمة عشان يخف الحمولة شوية. بيكون تعبان قوي وبيزحف على رجله عشان يشوف الطريق، صدم ان هو شاف هليكوبتر من بعيد ونزل بسرعة. بيفرح قوي وبيروح يكلم البنت اللي معاه، بيقول لها في هليكوبتر وربنا فرجها، وقال لها ان في حد جاي ينقذنا، وولع شعلة وبيأشر بيها على امل ان هم يشوفوه. هنا نشوف ان في 2 نزلوا من الطيارة بيدوروا على البنت اللي مع اوفر جارد، مسك شعلة تانية وولعها وبيحاول يأشر بايده تاني على امل ان هم يشوفوه. بيقعد يشاور بايده وبيكون مصدوم ان هم مش شايفين. جات له فكرة ان هو يولع في الجاكيت بتاعه وبيأشر لهم بيه، لكن للأسف بعد ده كله خدوا الطيارة ومشي. ويفقد الأمل لأن دي كانت آخر محاولة وخلاص الطيارة طلعت لفوق. بعدها بيروح للبنت وبيفقد الأمل في كل حاجة لأن دي كانت آخر فرصة. الأمل عنده بيكون زيرو وبيمسك إيد البنت وبيفقد الأمل، يبقى حاسس إن هم هيموتوا وبيحضن البنت وبيفضل يعيط. يشاور للطيارة تاني ويقول لهم إن البنت اللي بتدور عليها دي معايا. يكون زعلان وان نهايتهم خلاص قربت، وبيمسك ايد البنت وبيقول لها انت مش لوحدك. ترد عليه لكن صوتها بيكون ضعيف قوي، يمسك ايديها وينام جنبها وخلاص فقد الامل. وعشان ربنا كبير الطياره شافتهم ونزلت عشان تنقذهم. هنا نوصل لاخر الفيلم، ومتنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول سلام.